مازالو سخون هذا وين. ما قدرتش نصبر له بنين. سخون تمرضي هكا تخليهم ما يبات كي نقسمو بعد كول على روحك. جات باب هايل. هيا بصح. شوفوا هنايا ترموجه بنين بنتي راهي بدات تاكل فيه مسنيوه مازال ما قطعتش ومازالو سخونه. شوف السلام عليكم مرحبا بكم. فيديو تاع اليوم نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جبتكم وصفه القلب اللوز اكثر طلبا في شهر رمضان الكريم، ان شاء الله نصومها بالصحه والهنا. اليوم جبتها لكم بطريقه من عند شيف هو مختص في هذه الوصفه وعجبتني وقلت واش ما نبارطاجيهاش معكم، وكاين بزاف بعض القنوات اللي جربوها قلت انا تاني كنجربها ونشوف. صدقوني وصفه ناجحه 100% غير بالسميد والماء كما راكم تلاحظوا. كي تفدي حبه ما طيح لك ما تفتت ما والو وتجي معسله للقلب. وكما قلت لكم وصفه ناجحه 100%. اكيد كي تشوفوا الفيديو ما كنتش رايحين تبدلوا الوصفه هذه، وان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. وما تنساوش غير بلايك هكا باش فيديو يلحق اكبر ممكن للاخوات. والنتيجه راهي امامكم كما راكم تلاحظوا، وهو كما قال لازم السميد يكون خشين وانا خدمته بهذاك تاع باكيات، والنتيجه راهي امامكم كما راكم تلاحظوا. غير جربوه البنات اكيد راح يعجبكم. فوالا كما راكم تلاحظوا واعطيه الصحه الشيف، وفي اخر فيديو راح نقول لكم على اسمه. والسميد هذا اللي خدمت به كنت خدمت به من قبل قلبلوز اكسبريس، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي ما شافتش الفيديو. فوالا دوكا نروحو نشوفوا طريقه التحضير مع بعض. بسم الله. هنا عندنا السميد هذاك الخشين ماشي هذاك المتوسط كما راكم تلاحظوا. انايا استعملت تاع باكيات ما لقيتش يعني تاع الميزان هو من الاحسن كما قالنا الشاف. مليح كي تستعملوا السميد هذاك تاع الميزان. دونك انا كي ما لقيتش استعملت هذا غير ما هذايا ما نخدم به تاع باكيات ويخرج لي نورمال. فوالا هكا باش نعطيكم يعني النصائح تاعو هكا باش ينجح معكم قلب اللوز. دونك انايا واش درت هنا درت نص كميه كيما هو دار كيلو سميد، وانا هنايا درت 500 غرام تاع سميد باسكو غير انا وبنتي اللي ناكلو قلب اللوز. دونك خدمت انايا نص كميه. وهنا السكر كذلك درت نص كميه، ولا هو دار 750 غرام. نزيد رشه تاع ملح كيما هو ما دارش الملح. كيما تعرفوا حنايا في اي حاجه نديرو فيها الملح سورتو في الحلويات تاعنا هكا باش ما تجينش يعني صامت. ونخلط الخليط تاعي بيان. لازم ندخل مليح هذا السكر مع السميد. راني بيد وحده الله غالب يد وحده راهي تصور. لازم نحكو مليح هكا بين يدينا السكر تاعنا. والماء كذلك هو استعمل الماء اللي نشمخو به السميد تاعنا والسكر 150 ملي. كما انا قسمت كذلك الماء يعني انا كي نعطيكم يعني الكيله نتوما كذلك تحبوا زعما تزيدوا تنقصوا. هذه هي هكا باش نعطيكم يعني مقادير يعني مضبوطه. لازم نحكوها بيان كما راكم تشوفوا. لازم نخلطوا مليح السكر مع السميد تاعنا. هو مليح بزوج يدين كما ممكن نخدموا. فوالا دوكا نروحو للماء. كما قلت لكم الماء هو دار 150 ملي، وانا قسمت المقدار يعني درت نص تاع 150 ملي. ودوكا هنايا نبدا نرش هكا غير بشويه ماء ونقعد نفتر فيه هكايا كي اللي رانا نديرو زعما فطار هكايا حتى نحسو بين صبعتينا السميد تاعنا تشمخ مع السكر.
فوالا كما راكم تلاحظوا صباطي نحلوهم هكايا وراني نفتل، ومره على مره راني نرش الماء غير بشويه. فوالا هنايا نقعدو غير نرشو في الماء ونفتلو فيه فوالا حتى كي تحسو يعني السميد تاعكم بدا يشرب كما راكم تلاحظوا. شوفوا كي نرفدوه بين يدينا كيفاش يولي. فوالا هو واش قال لازم نخلوه يبات. فوالا دوكا انايا هنايا نغطيه بالصاشي ونخليه يبات حتى غدو من داك الصباح باش نعاود نولي ليه. وانتم ولا زعما درتوه يعني مع الصباح ولا تقدروا ديروه بالعشيه. انا نعطيكم يعني زوج نصائح، سواء تبيتوه سواء تخلوه حتى العشيه. فوالا نديرو الشربات. انا عندي كاس سكر لازم نسبقو نديرو شربات باش تبرد، باش كي نسقو البلوز تاعنا وتكون بارده. هذا كاس الاول، نزيدو كاس الثاني، كاس الثاني نزيدو عليهم 4 كيسان ماء. هذا الكاس الاول، بسم الله. كما قلت لكم نديرو 4 كيسان ماء. الكاس الثاني والرابع نزيدو عليهم لي طرونش تاع الليم. فوالا ونحطو الكاسرونه تاعنا فوق النار غير تبدا تغلي، نحسبوا لها 10 دقائق، وقبل ما نطفو عليها ونفرغوا عليها كاس تاع لاتاي مزهر. وانا غدوه من داك وانا صباح كما راكم تسمعوا الشتا راهي دايره حاله ما شاء الله. نروحوا نقلبوا الوز تاعنا كما راكم تشوفوا، لازم نقعد نفتو فيه هكايا. فوالا نفتوه مليح هكا بيديا. دوكا نزيد نحكم كاس، نزيد نرشو بالماء والماء زهر. ندير لنا خليط الماء والماء زهر كما هو، دير غير الماء وحده باسكو كما تعرفوا الماء زهر ماهوش يجينا فيه الريحه كما زمان. سورتو الشربات اللي طيبتها بارح اليوم الصباح كي شميتها ما فيهاش ما با ريحه الماء زهر، راهو يجي غير الماء. على بالي تقولوا لي ديري ليكستري تاع الماء زهر، انا ما عنديش سي باسا ما درتلوش. فوالا دوكا انا نفتو كامل هكايا بين يدي، نمشيو هكا نفتحو مليح هكا بين يدي بيان، ونقعد نرش بالماء والماء زهر. والماء ندفيه شويه باسكو اليوم حال بارد هكاك بالسكر هذاك يذوب بيان معانا. وانا بعد ما حليته كامل فوالا دوكا نزيدو له مغيفه تاع لافاني، نزيد نخلطو. كما راكم تشوفوا تقول راني نفتل فيه. فوالا فوالا هنايا راني درت نص كاس تاع ماء زهر. دوك نكملو بالماء. وهنا الماء ما نقدرش نعطيكم يعني مقدار شحال باسكو سا ديبون السميد كاين يشرب كاين ما يشربش. فوالا دوك نوريكم القوام كيفاش نتعصروا عليه باش نحبسو من الماء. وانا قاعده نرش في الماء والماء زهر كما قلت لكم الماء يكون شويه دافي، ونقعدو نعجنوه فيه كما قالنا بلي ما تخافوش منه تقدروا تعجنوه. فوالا نعجنوه هكا غير بالعقل حتى نتعصروا على هاك القوام كي ترفدي زعما هكايا كومش هكا يتحكم. فوالا يعني تتشكل معاك كره كما راكم تلاحظوا. فوالا درك انايا هنايا نقسم الخليط تاعي باسكو راح نديرو فاصي في الوسط. نقسم الخليط تاعي هكا ونحي شويه هكا نديرو هنايا وشويه من هاد الجهه هكايا باش نديرو فيه شويه المكسرات ومع الكاكاو. ندير مغيفه صغيره تاع كاكاو، نزيد عليه حق 2 مقارف ولا 3 تاع كاوكاو. انا عندي كاوكاو محمص وريحته شويه خشن ماشي غير بزاف، على حسب مقدورك واش عندك اللوز ولا جوز ولا. انا عندي كاوكاو درت الكاوكاو. فوالا ونخلطو الخليط تاعنا تسنيوه ندهنوها هكا بشويه تاع السمن بعد ما ذوبتو. فوالا ندهنو كامل من الاطراف باش نحطو العجينه الاولانيه
هي الاولى من تحت. فوالا هنايا راني حطيت لافاس تاعي فوالا، وهكاك ناشفه ما تشمخوهاش يعني بالماء ولا. دوكا نزيدو الخليط الثاني من الفوق. فوالا نقعد نغطي في لافاس تاعي هكايا كيما نديرو في البراج. فوالا نفس الطريقه نسيو نغطو مليح لافاس تاعنا هكا بالعجينه. فوالا ونشمخ يديا بشويه تاع الماء باش نسويها كامل في السنيوه تاعي. فوالا هنايا بعد ما سويتها كامل ودرتها غير بيدي، ما استعملت لا كوباط لا والو كما راكم تشوفوا. وهنا سنيوه درتها سنيوه مدوره. فوالا دوك على بالي تسقسوني شحال فيها يعني القطر تاعها. دوك نقول لكم شحال فيها. بليس نعطيكم واحد الملاحظه صغيره للمبتدئات كي ديروا لافاس ما تلصقوهاش يعني ما تلحقوهاش يعني للطرف باسكو عايش مع الطياب نحرق لكم. فوالا دوكا نقول لكم هذه فيها 26 سنتيمتر. فوالا كما راكم تشوفوا مدوره. وكيف جاتني يعني سوسه باسكو كي نطيبوها بعد نخرجوا البلوس تاعنا نعسلوها طيحنا غير هي صدر جوست. انا عندي واحد القاعده كيفاش ندير سوا كي نطيب يعني بقلاوه نحسب الطول في عرض، نعرف لا كونتيتي تاع العسل ونعرف لا كونتيتي تاع يعني الفرينه شحال ندير ولا كونتيتي تاع الكاوكاو شحال ندير. نضربوا الطول نحسبوا الطول نضربوا في عرض. هذه هي البلد. نفرقوا لها عقد فنجان تاع السمن. فوالا وندهنوها كامل هكايا من فوق. ندهناها بالسمن نشكلو المربع تاعنا. فوالا وهنا الفرن تاعي شعلته وهنا راني زينتها. وانا زينتها بالكاوكاو وكل واحد يزين كما يعرف. فوالا سواء باللوز سواء بالكاوكاو على حسب المقدور ديالك. فوالا دوكا انايا الفرن تاعي شعلته من قبل. دوكا طريقه طيابها كيفاه كي ندخل السنيوه تاعي وانا شعلتها من التحت طيبنا قبل من التحت كي نشوفوا الطروفه بداو يتحمروا باش نشعلوها من الفوق. كي تتحمر بيان نخرجوها وبعدا نديروا لها الشربات تاعنا اللي كنا طيبناها من قبل والشربات تكون بارده كما وريت لكم البارح. فوالا دوكا ندخلوا السنيوه تاعنا طيب. وهنا هذا وين خرجته من الفرن نسقوه بالشربات كما قلت لكم تكون بارده. فوالا انا نفرغوه هو يزيد يشرب. هنا عاود وليت ليه لقيتو زاد شرب شويه. نكمل كامل هذيك الشربات اللي قعدت لي ونخليه حتى كي يبرد باش نستهلكوه. وكما راكم تلاحظوا هذاك هو حساب كما شفتوا في الاول ما كانش يعني كان هابط. فوالا وشوفوا كيفاش طلع لي بعد ما طاب وزاد تنفخ كذلك كي تنالو شربات. شوفوا معلو كان تحت ب1 سنتيمتر وبعد ما طاب وشربنا له الشربات عاود طلع كما راكم تشوفوا جا سوسه في النيفو تاع السنيوه تاعنا. نخليه يزيد يشرب مليح يبرد ونقسم لكم حبات تشوفوها من داخل كيفاش جات. ولا وصفه تاعنا تاع نهار تاع اليوم جات ولا اروع. كما لاحظتوا بنتي من السنيوه قبل ما صدق نخليه يزيد يشرب مليح ولا كلاتو هكاك سخون. واش نقول لكم وصفه يعني ولا اروع. ونشكروا بزاف هذا الشاف الحسن باسكو كاين بزاف بعض القنوات الكبار اللي جربوا هاد الوصفه وما ذكروش يعني للاسف نص منهم ما ذكروش يعني ما اسمه. شنو نقول ربي يحفظك الشاف الحسن. واول شاف اللي خرج السر تاع طريقته كيفاش يخدموه تاع المحلات يعني اعطيه الصحه وجزاه الله خير.
فوالا، وان شاء الله تنال اعجابكم نتوما تانيك، وجربوه اكيد راح يعجبكم كيما عجبني. وش نقول لكم، وصفه يعني ولا اروع. فوالا. شنقول لكم، نبقى لي غير نقول لكم مع السلامة. ما تنسونيش بلايك باش هكا الفيديو يطلع هكا باش يلحق أكبر ممكن من أخوات. مع السلامة، ورمضان مبارك على الجميع.